الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا حبايبي، احنا اسفين للتأخير. النهاردة معانا كشري مصري، كيس مكرونة سباكيتي مع نص كيس مكرونة صغيرة دي اهيت، مع هنا يعني ربع العدس، ربع كيلو عدس واخدين منه حبة صغيرة عشان على عدد الأفراد يعني. هنبدأ مع بعض. حطينا مية اهيت، حطينا ميه على النار هتبدأ تغلي. هنحط فيها شعرة ملح وحبة زيت دي للمكرونة، وبعد كده هنسيبها لما تستوي هنوريها لكم. معانا هنا الحلة هي دي، هيبقى للكشر المصري، هنولع عليها، هيبقى للعدس هنولع عليها تغلي، وهنسقط برضو العدس فيها. شعرة ملح اهي حطيناها دي في مية السلجة، وهنبدأ نحط حبة زيت، حبة زيت اهم. ادي المكرونة هي، وادي المكرونة سباكيتي الاتنين على بعض اهي. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة، هنعمل الكشر المصري، وإن شاء الله يا رب ينول إعجابكم. ونتمنى من الله إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنبدأ مع بعض اهوت ننزل العدس اهوت، نحط حبة ملح، حبة ملح صغيرة همت. هيبدأ ينسلج، المكرونة تنسلج، وهنبدأ نعمل مع بعض الطريقة. والله كويس وزي الفل. وانا يعني اللي انا عارفه عن في ستات كتير، بعد احترامي لكل الستات، ان هم بيعملوا الكشر المصري دي كأنهم عاملين يعني معجزة، كأن مشكلة كبيرة على الكشر المصري. لكن هو والله طريقة سهلة وكويسة، وطبعا ادام الناس تحب الشيء اللي هي عايزاه بيبقى بالنسبة لهم سهل. هذه يا حبيبي انسلجت اهيت، هنبدأ نشطفها عشان ننزل النشا اللي فيها. وهنا دوت العدس استوى اهوت بقى زي الفل. هنبدأ نوريكم الطريقة واحدة واحدة. ادي معاكم التوم اهوت، احنا بنحمر التوم دوت عشان الصلصة. عند ما يحمر هنطفيه الطماطم. هنعمل مع بعض ديت الشطة، بتاخدي منها وتحط على المكرونة على الكشر المصري، بيبقى طعمه جميل. دي توم احنا دقينه اهوت في حبة مية. هنا هنحط شعرة فلفل سمرة، هنحط هنا مع بعض شعرة ملح، دي اطعم واحسن. هنعصر مع بعض هنا عصرة ليمونة اهي مع بعض كده واحدة واحدة. هنبدأ نحط شعرة شطة حارة، ده كل واحد حسب راحته يعني. ممكن تحبي تحطي شطة حارة تحبي حطي، ما تحبيش براحتك. يبقى كده ليمون وتوم وشطة وشعرة فلفل سمرة وشعرة ملح اهي. ديت اللي ايه اللي الدقة اللي بيقولوا عنها، دي بتبقى اطعم وكويسة واحسن. وان شاء الله تنول اعجابكم يا رب. الصلصة اهيت يا حبايبي زي الفل اهيت. هناخد منها معلقة اللي احنا وريناها لكم، تدي لون كده شوية اهيت اهي زي الفل. ديت هنركنها لما نيجي نسقي ونشوف هنوريكم نحط عليها. دي الصلصة زي الفل اهيت، هنركنها هنا. ادي البصل معانا اهوت للتقلية، وهناخد هنا حبة زيت نحطهم على المكرونة، وشعرة فلفل سمرة، بحيث هنا حطينا حبة زيت وقلبناهم مع بعض، وهنا شعرة ملح وشعرة فلفل سمرة، ونقلب في المكرونة عشان المكرونة مش تتمسك كلها مع بعضها اهي. حبة الزيت بعد ما بتنسلق وبتشط فيها تحت الحنفية، بحيث ان هي تنزل النشا كله منها اهي. تحطوا حبة زيت مع شعرة ملح حاليا الوقت بعد ما انسلق والشطافة زي الفل اهي، ومتملحة وزي الفل عشان مش تبقى دلعة.
هنا هنبدأ نعمل مع البصل مية سخنة مغلية هي. هوريه لكم الطريقة. يا دوب تغلي غلوة بسيطة وهنبدأ نشيلها. دي زي نظام صدمة، هنعملها ونمشي مع بعض خطوة خطوة وهوريها لكم، هتبقى زي الفل. دي طريقة كويسة وحلوة. يعني لو حسبنا كل الكشر المصري عملنا كام دقيقة، يعني بالكتير 5-6 دقايق، مش كتير. يعني في ناس يقولوا لا ده صعب وبيعوص الدنيا وبيبهدل. لا والله هو سهلة، دام الأكلة تحبيها هتبقى سهلة بالنسبة لك. هنا معلقة نشا مع معلقتين دقيقة هم، وهنبدأ نعملهم مع بعض في البصل. هنبدأ نقلبهم مع بعض. ادي البصل اهوت احنا شطفناها بحبة مية ساقعة من الحنفية، او بدأ شوفي طار اهوت. هنبدأ نقلبه مع بعض كده. اهوت هننضفه كده اهوت، ننفضه كده من الدقيق اللي فيه عشان نبدأ نحطه في الطاسة، والزيت مغلي مقدوح زي الفل اهوت. احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة اهوت. حطيناه في الطاسة هيبقى ناشف ومجرمش وزي الفل. البصل يا حبايبي اهو احمر زي الفل وخشب زيه زي الخشب، ناشف وبجرش وشكله هيبقى جميل ولونه احلى معانا اهو. حبة على الجد كده ايه، على حسب الرغبة وعلى قد ايه عدد الافراد. هيتحمر ونطفيه بالميه ونسيبه لما يستوي ونوريهولكم. ادي الشعريه هي مع بعض، وهنا ادي اهوت متحمر زي الفل وناشف اهو، اهو زي العسل ويجرم في ايديكوا اهوت، ولا طري ولا حاجه. هنبدا نسجي مع بعض. ادي الشعريه، حطينا المكرونه وهنبدا نحط الشعريه. عايزه تعملي رز براحتك برضو، اعملي رز زي ما انت عايزه، بس ايه كل ما تجربي في الاكلات كل ما تبقى كويسه واحسن. ممكن تعمليها برز وشعريه عادي، وممكن تعملي شعريه صافي، حسب راحتك وحسب رغبتك، بس الطعم بقى يبقى احسن. ادي الصلصه، الصلصه هي قدامنا الطبق معاكم اهوت. وديت اللي هي الشوربه اللي احنا قلنا لكم عليها، ليمون على توم على فلفل اسمر على شطه على معلقه صلصه بسيطه. وهنا البصل مع العدس ابو جيب مع الرز مع الشعريه مع الصلصه، حاجه كويسه وجميله والله. يا رب تعجبكم، وان شاء الله مش تنسوا تشيرونا على القناه، ويا رب نول اعجابكم ان شاء الله. زي الفل اهوت، يا رب تعالجونا، وان شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.